السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. طبعا أخوي يقول تصور خشة تقول لنا قصة يعني خفيفة. طبعا أنا تذكرت حرمة يعني كبيرة في السن، قالت لي عن ولدها، قالت إنها الله يهديه كأنها عاصي شوي وهو يحب يتابعك، فحاب اليوم أقول قصة عن عقوق الوالدين. والقصة هذه عن شخص عابد اسمه جريج. ركزوا، عابد. أنا ما قلت إنه عاصي والديه، عابد. لكن مع القصة، بما أني أنا كل فترة أقولها، يعني كل ما مرت 8 شهور حول ذا أقولها، أذكر نفسي وأذكر المتابعين. طبعا نبدأ نقول بسم الله. هذا عابد اسمه جريج. من يومه بزر وهو عابد، يعبد الله سبحانه، وإنسان تقي، وإنسان ما شاء الله تبارك الله أخلاقه عالية وذا. طبعا يوم زاد على ما يقولون في قريته، شاف ان المعاصي كثرت وذا، فطلع من القرية وحط له صومعة هي اللي زي شفتوا حقة الحمام نفس صومعة، يعني زي يا طول العمر كهف، زي ممكن الخيمة يعني. طلع برا القرية مرة يمكن تبعد 5 كيلو عنها، وقعد يتعبد الله فيها فترة طويلة، مرت يمكن سنوات. طبعا العابد جريج عنده أم في نفس القرية هذه، وكبرت في السن. يوم كبرت في السن يعني تبغى ولدها، أكيد أحد يساعدها يعني. المهم هذا العابد ليل ونهار يصلي ويعبد الله ويدعي الله، عابد لله سبحانه. فجاء ذاك اليوم طلعت أمه من القرية، جته وهو قاعد يصلي وهي تناديه يا جريج يا جريج يا جريج، وهو يسمع أمه وهو قاعد يتعبد ويدعي الله. فجد في نفسه يقول أمي أم صلاتي، فاختار ايش؟ صلاته. المهم ما تعبت فرجعت، ويجي ثاني يوم امه تجي وهو قاعد يصلي وتناديه يا جريج يا جريج يا جريج. المهم هو يقول الصلاة أم أمي، هو قاعد يعبد الله سبحانه، فاختار الصلاة. المهم تعبت ورجعت القرية، ويجي اليوم الثالث وهو قاعد يتعبد، وأمه تناديه يا جريج يا جريج يا جريج، وهو قاعد كذا يسمع أمه يقول الصلاة أم أمي، فيختار الصلاة. أمه في هذا اللحظة زعلت عليه، وهو شخص عابد يعبد الله سبحانه. شوفوا ركزوا، قاعد يعبد الله سبحانه، فدعت دعوة عليه وهو عابد ويصلي ليل ونهار من يوم انولد، وهو إنسان مؤمن بالله سبحانه وبدون معاصي وذا. دعت عليه دعوة، إن شاء الله إني أتذكرها، وإن شاء الله إنكم أنتم تصححوا لي الدعوة هذه. قالت اللهم لا تمت حتى يرى المومسات، أو يرى وجوه المؤمسات. فراحت. يوم راحت أمه، المهم هو قاعد يتعبد الله سبحانه وذا. فترة من الفترات اجتمعوا القوم حقينا كذا، سبحان الله، فقالوا ما شاء الله جريج. طبعا جالسين كذا في مجلس حريم ورجاجيل من العاصين يعني، أو من اللي عندهم معاصي. فقالوا ما شاء الله جريج
ما شاء الله من يوم عرفناه يعبد الله وزي كذا يمدحونه وذا. في نط واحد قال تتحدوني اخليه يرتكب ذنب؟ طالعوا كذا طبعا هم في المجلس قالوا والله اتحداك، واذا على ما يقولون خليته يرتكب ذنب بنعطيك اللي تبي. فالتفت كذا قالها حرمة عليها ماش. المهم قامت الحرمة قالت أنا بخليه يرتكب الفحشاء. قال إذا خليتيه يرتكب الفحشاء ترى لس ذهب ولس. المهم راحت الحرمة لين عند الصومعة حقت جريج. فقامت تناديه يا جريج بصوت يا جريج، يعني بصوت حنون وذا. المهم انه قاعد يتعبد جريج يسمعها ويتعود من ابليس وذا. وتجيه اليوم الثاني والثالث والرابع كررت عليه، يعني هو ما طلع لامه بيطلع لي سنتي وخشت. المهم انه سفاها. يوم سفاها عاد هذه يوم جت بترجع للقرية قالت وش اقول لهم، وهي رايحة في الطريق لقيت لها راعي قاعد يرعى الأغنام. فيعني سولفت معه كذا شوي أغوته وسوت الفحشاء. يوم سوت الفحشاء المهم وتحمل الحرمة. يوم حملت وراحت قالت أبشركم ترى سوى فيني الفاحشة وهذا الحين ولده في بطني. قالت وشي؟ قالوا القوم وشي؟ قال المهم جاكم العلم الرجال قدها لعب يعني كذبت على جريج. المهم يوم ولدت البزر وشافوه ويروحون لصومعة جريج، راحوا نص الكبارية حقين القرية وقاموا يعلمون يعني اللي في القرية ان جريج ترى سوى في الحرمة كذا وحملت منه وما ادري وش وما ادري وش. المهم هو قاعد يصلي جريج وهو قاعد يصلي يسمع العالم حول الصومعة حقته قاعد يسمعهم اطلع يا مدري وشي يا اللي مسوي فيها مطوع يا اللي مدري وشي يا اللي فيك. هو يسمع يقول ما الامر وش السالفة. المهم يكسرون الصومعة حقته لين ويدخلون عليه ويسحبونه ويقعدوا يسحبونه من الصومعة حقته لين القرية. وهم في الطريق رايحين القرية طبعا بيوت القرية كذا ويتسحب وهو قاعد يناظر يطلون الحريم. المهم بعلمكم سالفة هذه في آخر القصة انهم قاعدين يطلون يعني اللي ماشي اللي مو كويسين اللي متبرجات. وخذوه للقرية وحطوه في نص على ما يقولون القرية وجمعوا العالم كلهم. هم جاءوا وحطوه في النص وهو مربط وقالوا جاء الكبير هذا اللي حق القرية قال تدرون هذا جريج العابد اللي يعبد الله تراه كذاب، وهذا الولد وهذا شو اسمه الحرمة تراه سوى فيها كذا وكذا وكذا وهذا ولده. المهم ما يدري قال يا ابن تراكم كذبتوا علي ترى انا ما اسوي ذا الحركات. قالوا اقلب وجهك بس تلعب علينا قاعد 24 ساعة تقعد تصلي وما ادري وش واخر شيء تسوي الفاحشة. وهي اصلا الحرمة كذبت عليه. قال طيب عطوني بس قبل ما تحكمون علي عطوني بس مهلة بس بصلي ركعتين لله وبدعيه وبعدها سوي اللي تبونه. المهم صلى ركعتين وذا قال يوم خلص ودعا الله قال ائتوني بالمرأة والغلام توه صغير. المهم قدام العالم جابوا لها الصغير. المهم كذا وقام يرصه قل لي من أبوك، يرصه مرتين قل لي من أبوك قل لي طبعا بأمر الله. هذا قام يرصه يعني زي اللي يعني بيه حكي كلهم يناظرون يقول شو هذا الصغير يحكي وهو توه رضيع. المهم يوم الصغير كذا قاعد يتلفت يناظر بالعالم ثم يناظر كذا يناظر الطفل من أشر
على الراعي، قال هذا ابوي. المنبهرة كيف ولد صغير يحسي ويأشر على ابوه. المهم قاعدين، المهم جاوا ومفضحة الحرمة ومدري وش، وقوم يتأسفون له للعابد، ومع يعني ان اسفين وان مدري وش، ان بنرجع الصوم عليك لو من ذهب. قال لا لا لا، رجعوها زي ما كانت وبرجع انا هناك. المهم استفدنا من هذه القصة ان وهو عابد سبحانه، يعني من يوم طلع من الدنيا وهو عابد يعبد الله، وطلع من ديرته وقاعد يتعبد الله، لكن دعوة امه استجابت. هو عابد يعني يتعبد الله، بس دعوة الام قالت له اللهم أره وجيه المؤمسات. فسبحان الله. وانا وش قلت لكم في نص القصة؟ قلت لكم انه قاعدين يسحبونه وهم يطلطلون عليه الحريم، يعني وجيه الحريم اللي مو كويسين شافهم، هو قاعد يشوفهم وهم متبرجين يعني، واعوذ بالله. فشوفوا وهو يعني عابد ومصلي، جت دعوة الأم. فكيف أنت وأنا واللي يشوفنا الآن يعني ما نطيع أمنا ولا أبونا، وتلقاك تطلع أمك تقول ميدك تعال ودني، ما خلي في ما، وتطلع تلقاك أمك تبيك تقوم تصلي تقول لها أمك على ما يقولون تبيك في الشيء الزين وانت تعصيها، ولا يا طول العمر تنفخ عليها، ولا ما تحترم أبوك، ولا لو دعا عليك وانت مذنب وش بيكون وضعك؟ هذا جريج عابد، أمه دعت عليه بس دعوة واحدة الله استجاب. فالواحد لازم يطيع أمه وأبوه ويسمع كلامهم. الجنة تحت أقدام الأمهات، أنتم ما تبون الخير، والله الجنة تحت أقدام الأمهات. الله يهدينا ويهديكم. بس فأنا قلت هذه القصة الخفيفة اللطيفة، وعلى ما يقولون الواحد ينتبه لوضعه وينتبه لأمه، والواحد على ما يقولون حتى لو واحد من الشارع سوى لي معروف بيصير في رقبتي لين أموت. كيف عاد أمك اللي حملت بك ورضعتك وصرفت عليك وربتك، وأبوك كذلك اللي صرف عليك، تعصيهم ولا تقول لهم وترفع صوتك عليهم ولا ذا؟ شلون تنوم انت كذا وامك وابوك زعلانين عليك، ولا انت عاصيهم، ولا تروح تسافر ولا تطلع مع اخوياك ولا ذا وامك وابوك زعلانين عليك؟ لذلك الواحد ينتبه. كلنا نخطي وذا، لكن الواحد يتوب ثانية. الواحد يقوم من النوم يكون ريقه عسل على امه، يعطيها اللي تبي، يلبي لها طلباتها، ما يرفع صوتها على امه وذا. فالله بيوفق ان شاء الله. هذه فائدة القصة، وان شاء الله انكم استفدتوا ونستفيد كلنا. عسى الله يطول بعمر امهاتنا ويرحم من مات منهم. وفي هذه الساعة من نهار ليلة الجمعة ادعوا لاخواننا المتوفين وتصدقوا عنهم. عسى الله يبارك فينا وفيكم إن شاء الله، ويطول بأعمارنا ويرزقكم. قولوا آمين. يلا السلام عليكم.